يا أهلا فيكم. دايما ورا الأعمال الفنية الكبيرة في حكايات، وحكايتنا اليوم عن أغنية كلاسيكية كلنا بنحبها. قصة بتجمع اثنين من أساطير الفن، وبتورينا إزاي قرار واحد بس ممكن يغير مسار عمل فني بالكامل. الأغنية دي بالذات قصتها عجيبة، يعني اتكتبت واتلحنت عشان صوت معين، صوت أيقوني كلنا بنعرفه، لكن القدر كان له رأي تاني خالص وخلاها تتخلد بصوت أسطوري مختلف تماما. هي قصة أغنية ولدت لفيروز لكنها عاشت بصوت عبد الحليم حافظ. عشان نفهم الحكاية لازم نرجع بالزمن شوية لبداية الستينات. في الفترة دي اللي كانت العصر الذهبي للفن، اجتمع فريق من العمالقة عشان يعملوا تحفة فنية مفيش زيها. شوفوا بس مين كان في الفريق ده. الكلمات للأخوين رحباني، واللحن للموسيقار محمد عبد الوهاب، والصوت اللي تم اختياره كان صوت السيدة فيروز. اسم الأغنية الأصلي كان شارع الضباب، يعني فريق أحلام بكل معنى الكلمة. واللي يخلي الموضوع مثير أكتر إن عبد الوهاب نفسه سافر مخصوص للبنان عشان يقابل فيروز ويسمعها اللحن بصوته، ويتقال إن فيروز أول ما سمعته اللحن انبهرت بيه ووصفته بإنه ساحر وشفاف، وحست إنه معبر جدا عن الكلمات. لكن بالرغم من إن اللحن عجبها جدا، ظهرت مشكلة كبيرة. المشكلة ما كانتش في الموسيقى، لا، المشكلة كانت في الكلمات نفسها. وهنا بدأ الصدام الفني الحقيقي. هو هنا بقى مربط الفرس. فيروز حست إن الكلام فيه إيحاءات بتتجاوز الخط اللي هي رسمته لصورتها الفنية قدام الجمهور، يعني اعتراضها كان جوهري بيمس هويتها اللي فضلت تبنيها وتحافظ عليها طول مسيرتها. والمدهش إنها حددت عبارات بعينها، كلمات زي يا شارع الضباب وضيء القناديل والشارع الطويل، خلتها تتخيل أجواء ليلية وسهر. ودي صورة هي كانت رفضها تماما، وحست إنها مش شبه فنها المحافظ والرمزي، وخافت إن الناس تفهمها غلط. القرار كان نهائي وحاسم. الموضوع ما كانش مجرد رأي فني، لا، ده كان مبدأ. فيروز رفضت الأغنية رفض قاطع، وده طبعا حط المشروع كله في ورطة، وخلى التحفة الفنية دي من غير صوت يغنيها. وبكده الأغنية اللي كان ممكن تبقى من أجمل أعمال فيروز بقت مجرد لحن وكلام على ورق، محطوطة في الدرج ومستنية مصيرها المجهول. عبد الوهاب رجع مصر وهو محبط، وفضل محتفظ باللحن ده سنين، ورفض يديه لأي مطرب أو مطربة تانية. يمكن كان عنده أمل إن فيروز تغير رأيها في يوم من الأيام، لكن الانتظار طال. ودلوقتي نيجي للحظة اللي غيرت كل حاجة. بعد سنين من الانتظار دخل على الخط أسطورة تانية خالص عشان يدي للأغنية دي روح وحياة جديدة تماما. الخط الزمني ده بيلخص لنا رحلة الأغنية الطويلة دي. بدأت كفكرة الفيروز في أول الستينات، وبعدين فضلت سنين في صمت لحد ما اتولدت من جديد على إيد العندليب الأسمر. بس الأغنية ما وصلتش لعبد الحليم زي ما هي، لا، حصلت تعديلات مهمة جدا. أول حاجة اسمها اتغير، وبعدين بعض الكلمات نفسها اتغيرت عشان تناسب أكتر الطابع الدرامي بتاع عبد الحليم وشخصيته الفنية اللي هي طبعا مختلفة تماما عن فيروز. وأخيرا في سنة 1964 وبعد كل السنين دي الأغنية شافت النور، لكن المرة دي باسم جديد هو ضيء القناديل. والأهم، لقت الصوت اللي هيكتب لها الخلود في تاريخ الغناء العربي. وعبد الحليم مش بس غناها، لأ، هو اتبناها بالكامل، عاشها على المسرح وبقت جزء أصيل من تراثه الفني، وعليها بصمته الدرامية الخاصة اللي كل الناس حبتها وتأثرت بيها. القصة دي الحقيقة مش مجرد حكاية أغنية، هي درس كبير في الفن، درس عن إزاي وجهات النظر المختلفة ممكن تصنع مصير جديد ومختلف تماما لعمل فني واحد. هنا منشوف الفرق واضح جدا. اللي فيروز شافته خط أحمر بيهدد صورتها، عبد الحليم شافه قصة درامية مليانة مشاعر وأحاسيس، وحوله لواحدة من روائعه الخالدة. هي نفس الأغنية لكن برؤيتين مختلفتين تماما. وده بيوصلنا لصلب الموضوع كله، مفهوم الرؤية الفنية. القصة دي هي أكبر دليل على إن العمل الفني مش مجرد كلام ولحن وبس، لا، ده نتاج تفاعل عميق بين الفنان وبين هويته وقيمه وتصوره الخاص. وفي النهاية القصة بتسيبنا مع سؤال محير، يا ترى رفض فيروز ده كان سبب في موت الأغنية في مهدها، ولا بالعكس كان هو السبب اللي خلاها تتولد من جديد بحياة مختلفة تماما، حياة يمكن ما كانتش ممكنة لولا القرار ده؟ سؤال بيلخص لنا سحر الإبداع.